انت دلوقتي مزنوق ومحتاس ومش عارف تبدأ منين ولا تعمل ايه، حاسس بضغط وتوتر وقلق مستمر وبتلوم نفسك وبتقول يا ريتني ذاكرت من اول السنة. لو انت فعلا كده فاظن الفيديو ده ليك وان شاء الله يساعدك في انقاذ ما يمكن انقاذه. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين. يعني بما انك مزنوق ومحتاج كل دقيقة فحتى مش هنقول المقدمة او مش هنحط المقدمة في الفيديو ده، وخلينا نبدأ على طول. انت دلوقتي في وقت مش طبيعي، والاوقات الحرجة دي بتتطلب اجراءات حرجة وغير معتادة. انت في الوقت ده عندك حاجتين مهمين جدا جدا جدا: الوقت والتركيز. الوقت والتركيز. انت محتاج توفر وقت، وفي الوقت اللي انت وفرته ده محتاج تكون مركز كويس، لانك لو وفرت ضعف الوقت المتاح ولكن مش مركز او بدون تركيز ملوش لازمه. يعني اللي هتذاكره مش هيخش دماغك اصلا. عشان نظبط الاثنين دول اللي هما الوقت والتركيز، احنا محتاجين ناخد بالنا من 4 حاجات مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه، ما تجيش على النوم. في اوقات الامتحانات والزنقه اول حاجه بنيجي عليها علشان نوفر وقت هو النوم. بنقلل ساعات النوم وبنقلل جوده النوم كمان، لاننا في الغالب بنكون قبله عمالين نشرب منبهات وقهوه ومشروبات طاقه وشاي وحاجات كتيره قوي، فبالتالي حتى لما نيجي ننام مش بننام كويس، وبنبقى مفكرين ان النوم ده يعني ايه تضييع وقت، وان ده مش وقت نوم، وان الواحد المفروض يسهر ويطبق وحاجات من هذا القبيل. ظاهريا يبدو ان الموضوع منطقي، يعني انت لما تقلل نومك مثلا للنص وتزود وقت مذاكرتك للضعف فانت كده كسبان. ولكن احنا بنغفل عامل مهم جدا اللي هو العامل الثاني بقى، زي ما وضحنا، وهو التركيز. انت ممكن تكون وفرت وقت ولكن بتذاكر بتركيز اقل. يعني افتكر كده في مره لما نمت 4 ساعات او 3 ساعات وبعدين قمت، انت حرفيا بتكون عامل زي الزومبي. مهما شربت قهوه ومهما شربت منبهات انت برضو حاسس ان انت مش مظبوط. بتقرا الجمله او بتقرا الفقره اكتر من مره عشان بس تفهم وتستوعب. فالحاجه اللي كان ممكن تاخد وقت 20 دقيقه عشان تذاكرها ممكن تاخد ساعه او اكتر. ففي نهايه المطاف هتلاقي ان المعادله دي خسرانه. فكره انك وفرت وقت بدون تركيز ملوش لازمه. فالنصيحه الابديه: نام كويس واصحى بدري. ممكن تقول لي انا نايت اول مش ايرلي بيرد، او ان انا بذاكر بالليل ما بحبش اصحى بدري. معلش، يعني ايه الكلام ده؟ مش وقته خالص. افضل حاجه تعملها دلوقتي انك تنام بدري وتصحى بدري. المذاكره ساعتين الصبحيه ما يتعوضوش. وقت فيه بركه ووقت فيه متسع، وبتحس فعلا انك بتنجز حاجات كتيره قوي في وقت قليل. يعني احنا قلنا الجمله دي 500 مره هنا على قناه دروس اونلاين: اصحى بدري، ساعتين الصبحيه دول ما يضيعوش منك. وكمان حاجه مهمه قوي في فكره الصحيان بدري، انك بتمرن دماغك انه في الوقت البدري ده يكون شغال كويس ويكون بكامل طاقته. وحذر فذر كده، ايه اللي ميعاده برضه بيكون الصبح بدري؟ الامتحانات. فانت لما تروح الامتحان وانت معود دماغك ان انت في الوقت ده بتكون مركز وشغال، ادائك هيكون افضل بكتير من لو انك مطبق ورايح مش فايق وشارب لك 5 طن قهوه علشان تركز. فحاول تمرن دماغك ان انت ساعات الصبحيه دي بتكون شغال ومركز وفايق و100. طيب انا